بالنسبة للناس اللي عمالة على بطال بتتكلم في الإضرابات يا جماعة، وطبعا كانوا عاملين يوم 11/9 ولا مش عارف 9/11 قال لك هنعمل إضرابات وبتاع، وطبعا كده احنا كنا عارفين النتيجة مسبقا اللي مفيش حاجة هتحصل ولا في أي حاجة هتحصل، والكلام ده احنا عارفينه من سنين. الناس دي يا جماعة يعني واخداكوا كده هوت وعايزين يلبسوكوا في الحيطة بأي طريقة، تمام؟ لأن احنا عارفين كل اللي هم بيعملوه دوت يعني ملهوش أي جدوى إلا حاجة واحدة بس، مصلحة واحدة بس. يعني اللي هم بيعملوه ده كله في مصلحة واحدة بس ليهم. ايه هي المصلحة ديت؟ اللي هي بتزود ريتش الصفحات بتاعتهم، بتعمل لهم فلوس. يعني عارف انت حضرتك مثلا في اول ما جيت اشتغلت في النقل الذكي وقلت جيب عربية، وجات الشركات او الوكلاء اشتغلوك وقالوا لك اللي انت هتجيب عربية وهتكسب كل شهر 30,000 جنيه و50,000 جنيه و60,000 جنيه، ووقعت في المطب دوت وفعلا رحت بعت اللي وراك واللي قدامك ورحت جبت عربية. بعد كده نزلت يعني اتصدمت في الواقع الأليم اللي قدام عينيك. دولت برضو نفس الفخ، دولت بقى بيقولوا لك اللي احنا بقى هنقف معاك واحنا مش عارف ايه واحنا بقى هنعمل اضرابات. وكل ما يجي السيرج عالي في اي شركه من ضمن الشركات يجي يقول لك بص شوف بص مش عارف ايه بص. لصوص، دول شويه جهله وشويه لصوص عايزين يوقعوك وعايزين يلبسوك في الحيطه. ولما جه 9/11 ما حصلش فيه حاجه، جه بعد كده قال لك لا ما هو لسه بقى، ده احنا لسه بقى في 15/12 وفي مش عارف ايه جاي وفي ايه وفي ايه وفي ايه. وبص بقى دخلت في ايه، في توهه. وكل يوم تلاقي بقى يقوم مخترع لك فيديو جديد باي حاجه جديده، يعني يقوم مخترع لك بقى اي فيديو في اي حاجه. المهم انا النهارده نازل هتكلم بقى في اي بتنجان في اي حاجه. كده انا عندي الحمد لله عدد كويس من المتابعين عمالين بقى يشوفوني وعمالين يلا نتكلم في اي هبل في الجبل وخلاص. ومفيش حل للمشكله. ايه حل المشكله؟ احنا بقى يعني انا عايز اديك الخلاصه، عشان الهري ده كله انت هتلاقي هري من هنا وهري من هنا وناس عماله تهري عمال على بطال، كله بيهري في المهري. لكن اللي انت في الاخر يجي لك مصلحه او في الاخر يعني توصل لنتيجه، مش هتلاقي نتيجه، هتلاقي كله هري وخلاص. طب النتيجه ايه في الاخر؟ هتوصل مع الناس دي ايه في الاخر؟ للا شيء. زي ما انتوا شفتوا كده فضلوا يهبلوا ويعبطوا وفي الاخر لا شيء. قال لك لا اصل لسه، لا اصل مش عارفه ايه، اصل لسه مش من اول مره، لا الشركات بتجيب ورا. والله شفنا الشركات عماله تبوس في رجليهم وتقول لهم والنبي نزلوا الشباب والنبي نزلوا الكباتن. يا ابني الشركات مش شايفاكوا ولا هتشوفكوا، انتوا مالكوش وزن اساسا على الارض، لان اساسا 90% من اللي شغالين في الشارع مش فاضيين للهري اللي انتوا بتعملوه ولا فاضيين للسوشيال ميديا. الناس دي فاضيه لاكل العيش مش فاضيه لهريكوا. طيب الحل ايه حضرتك بقى من كل اللي احنا شايفينه دوت؟ نعمل ايه؟ الحل حضرتك اللي انت لما تيجي تتابع حد فاهم يفهمك تعمل ايه في الكارثه اللي انت فيها. انت جبت عربيه خلاص، لبست خلاص وعليك اقساط او عليك ديون او ايا كان بقى، خلاص انت خلاص بقت في الطريق وخلاص لبست. يبقى الحل ايه؟ اللي انا ادرس الابلكيشن ده، ابلكيشن انا ادرسه، اشوف الابلكيشن دوت يعني الريت العالي السيرج العالي. برضو يعني في ناس كتير فاهمينه غلط، فاهمين يعني ايه سيرج عالي. هم كل فهمهم عن السيرج العالي لان هم ولا شغالين في سيستم ولا يعرفوا حاجه عن سيستم. هم حبه سواقين عملوا صفحات بيتكلموا، لقوا ناس يعني برضو يعني فاهمهم على قدهم شويه. وطبعا يعني الجهل ما احنا كنا جهله برضو لحد ما ربنا كرمنا وتعلمنا، فبيبتدوا اللي هم يبخوا جهلهم للناس ديت. فكل واحد فاكر يا عيني اللي هو فاهم، وهم اساسا كل اللي على السوشيال ميديا اللي انا شايفهم كلهم تما اللي بتاع فلوس مشغل لي ورا الاسوار بقى. كل شويه واحد عربيه حادثه، واحد عنده مشكله، هوبا تعالى بقى ايه نشحت له. شغالين بقى ايه للشحاته، يلا بقى نشحت على الفيسبوك على مش عارف على مين، واحد مش عارف اتخبط، واحد مش عارف حصل له ايه، وشغالين شحاته عشان الريتش بتاع الصفحات يعلى لكن حد معاه حل للمشكله؟ مفيش حد معاه حل للمشكله. فاحنا ايه مع بعضينا كده هقول لكم يا جماعه تحلوا المشكله دي ازاي، بفهم وبعقل.
واسمع وشوف هل كلامي هيمشي معاك ولا لا. اولا كده يا جماعه دي اسمها شركات النقل الذكي. اذا دي شركات النقل الذكي، يبقى انا اتعامل معاها بدماغي. خلاص شغل بقى اللي انت سواق تاكسي زي زمان بقى وتمشي تاخد الزبون وتخطف زبون او الميكروباصات وتنده والكلام ده، لا. التكنولوجيا في عصر تكنولوجيا جديد. اذا يبقى الابلكيشن، في ابلكيشن انا اشغله، الابلكيشن دوت بقى اعمل ايه؟ اذاكره، اذاكر الابلكيشن كل يوم كده بالليل اقعد اذاكر، اشوف بقى ايه اذاكره ازاي. اقول لك ازاي اشوف هل السيرج العالي بيبقى عالي في انهي حته، في انهي منطقه، بيبقى فين. طب فين الناس اللي بتقول لك اللي السيرج العالي حسب الطلب؟ الخرزميات بتقول حسب الطلب موجود، بس 90% برضو مش دي. ده بيبقى سيستم محطوط في الابلكيشن يوم الاحد، يوم الاثنين، يوم الثلاث، يوم الاربع، يوم الخميس بالاسبوع طبعا ما عدا الجمعه والسبت بيبقى اجازات. فالسيستم هم بيبقوا حاطينه متبرمج بطريقه معينه، اللي احنا بنعلي السيرج مثلا في منطقه المرج، مثلا في المناطق العشوائيه اللي ايه الكباتن ما بتروحلهاش، بنقوم معدين السيرج فيها عشان نقول للكباتن روحوا للحته ديت. بنعلي السيرج مثلا في مصر الجديده، في مدينتي، في الحته ديت. العربيات بتشوف، السيستم بيشوف فين العربيات ناقصه فين، ويبتدي اللي هو يعلي في الحته ديت السيرج. يعني بص 50-60% السيستم برضو بيحسبها كده. يجي بقى بعد كده دوت السيستم بيقول لك لا انا مش هحسبها كده. بعد ساعات بقى السيستم بقى بطريقه الوقت بيحسبها ازاي، اللي كل يوم في الوقت الفلاني هو بيعلي السيرج في الحته ديت عشان خاطر الناس تنزل. يعني انا مثلا من مدينه العبور كنت بعمل ايه؟ كنت باجي انزل الصبح من مدينه العبور كل يوم الساعه 2 الاقي السيرج عالي في المنطقه اللي انا فيها. كنت افتح الابلكيشن كل يوم على الله الساعه 2 في الحته اللي انا فيها الاقي السيرج عالي. هل هنا بيبقى طلب عالي؟ لا. طب ما انت ممكن تفتح في الوقت ده وما تلاقيش اساسا سيرج يجيلك، ما يجيلكش طلبات خالص. اذا مش قاعده اللي حضرتك حسب الطلب، دي مش قاعده، دي مش قاعده. تمام يا جماعه؟ اذا يبقى انت تعمل ايه؟ تبتدي اللي انت تركز في الحته ديت، وتركز كمان في ايه؟ تركز في شغل تاني بديل. يبقى هنا اول حاجه هتعملها لحضرتك هتركز في السيستم، هتركز في الابلكيشن وتذاكره كويس وتشوف فين المناطق العالي وفين المناطق عشان تعرف هتنزل الساعه كام وهتروح الساعه كام. تلعب على البونص، النهارده في بونص ب 150 جنيه عاملاه شركه كذا، هروح اعمل البونص بتاعي. يبقى انا هشتغل من الساعه كذا للساعه كذا على البونص كذا. يبقى انا خلصت النهارده الابلكيشن دوت، عملت البونص بتاعه، اشوف الابلكيشن الثاني فين البونص بتاعه. بص تشغيل دماغ. شركات النقل الذكي تشغيل الدماغ، دي شركات لتشغيل الدماغ. يبقى انا اشغل دماغي عشان اكسب. مش هتعرف تشغل دماغك بقى، مش هتعرف تذاكر الابلكيشن، ومش هتعرف تعرف تختار الاوقات اللي انت تنزل فيها تعمل فيها فلوس، ومش هتعرف تعمل الحاجات دي. اذا انت خسران، انت مش هتعرف تشتغل. ليه؟ لان دي شركات لازم تشغل فيها دماغك. البوانس، المناطق اللي انا هنزلها، السيرج بيبقى فين عالي، حاجات كتير قوي لازم تركز فيها، غير كده مش هتعرف تعمل فلوس. ليه الشباب المتعلم اللي فاهم بقاله سنين بينزل؟ يعني انا واحد زي حالاتي، معلش يعني انا طبعا مش الواد القبضاي ابو صدر يعني مجانس، لا انا بنزل ممكن انزل ساعتين ثلاثه، هشتغل الساعتين ثلاثه اللي انا بشتغلهم اعمل قد اللي انت بتعمله 10 ساعات 12 ساعه. ليه؟ لان انا فاهم، معلش يعني انا خبرتي بقى، انا راجل شغال في المجال من اول ما المجال قال بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما اي حد يشتغل في المجال كان العبد لله شغال في المجال وعارف هو بيعمل ايه. فانا بقى النهارده بنزل اشتغل ساعتين ثلاثه بالكتير، بجيب اللي ما حدش بيجيبه في 12 ساعه. وقبل كده عملت لكم فيديوهات ونزلتها على الفيسبوك ووريتكم الفيديوهات بعينيكم تشوفوها، وهجمت والشتيمه وقله الادب من حبه الجهله اللي مش عارفين يشتغلوا. هو اساسا مش عارف يشتغل، فيعمل ايه؟ يخش يشتم، لا انت كذاب، لا انت مش عارف ايه، لا انت مش عارف ايه. هو مش عارف يشتغل، فيعمل ايه؟ حجه البليد ايه؟ اقوم داخل، اقوم قلب الترابيزات، اقوم مكسر القهوه لان انا مش عارف اعمل حاجه. لازم تركزوا يا جماعه، ركزت في الشغل ده هتعمل احلى فلوس. لكن تقول لي بقى تمشي ونحن معك
نحن معك، احنا مش عارف ايه، شوف الشركات بتعمل ايه، احنا على العهد، خلينا مش عارف ايه، وساعدي ده ايه يا جدعان في ايه بس؟ وحدوا الله، وحدوا الله يا جماعه. زي ما بقول لكم كده، ركزوا في اكل عيشكم، مالكوش دعوه بالفشله المستفيدين، لانه دولت بيستفادوا منكم عشان الصفحات والريتش والفلوس والكلام اللي انتوا فاهمينه دوت. يا ريت يا جماعه تبقوا اذكى من كده، خليكوا اذكى من كده. تحياتي للجميع.